هو ليه الاهلي ظهر بالسوء ده قدام فريق شباب بلوزداد؟ وهل الاصابات والغيابات والعامل البدني هم السبب الرئيسي والسبب الوحيد ان الاهلي يظهر بالسوء ده؟ طب هل هنشوف الاهلي في مباراة ميدياما بالشكل ده تاني؟ وهل الاهلي في المباراة اللي بعد كده هيظهر بنفس المستوى؟ تعال اقول لك ان السبب الاول مع الغيابات والاصابات وكمان العامل البدني، السبب الاول في ان احنا نظهر بالشكل ده المدرب وتشكيل المدرب وتوظيف المدرب لبعض اللعيبه. تخيل وانا بشوف التشكيل وبشوف وجود طاهر، وانت بتشوف وجود طاهر في الملعب من بدايه اللقاء في التشكيل، اكيد كلنا قلنا ليه طاهر؟ ليه مش كريم فؤاد؟ ليه مش رضا سليم حتى لو راجع من اصابه؟ وجود طاهر في الملعب بيخلي الاهلي بيخسر لاعب، ومش بس كده، بيخلي الاهلي كمان اللاعب ده يكون عبء على الفريق. كل كوره بتروح للاعب ده بيخسرها في مكان خطير جدا. اللاعب ده ما بيقدمش مسانده دفاعيه مع محمد هاني، فبتلاقي شارع مستباح وشارع مفتوح الشوط الاول والشوط الثاني. اللي بن خير بيقدر ان هو يروح واحد على واحد مع هاني، او يطلع معاه لاعب تاني اللي هو عوافي، فبتلاقي ان في اتنين بيروحوا على واحد. فبتلاقي طاهر لا بيعمل المسانده الدفاعيه مع محمد هاني، ولا بيقدم الحلول الهجوميه لما الكره بتكون معاه في المكان الصحيح انه يقدر يقدم اضافه هجوميه، فبتخسر لاعب داخل الملعب. وكمان وانت بتشوف التشكيل ولقيت اكرم توفيق في مركز رقم 8 في نص الملعب، هتلاقي ان اكرم توفيق بيقدم اسوأ مستوى ليه في المركز ده او في المكان ده. فوجود اكرم توفيق في مركز رقم 8 خلى الاهلي دفاعيا مش هو الافضل، لان اكرم كان تايه، وخلى الاهلي هجوميا مش قادر يروح بالكره، لان اكرم ما كانش قادر يعمل سبرنت. كل كره مشتركه ما بين اكرم وما بين اي لاعب، اللاعب التاني اللي بياخدها. فاكرم توفيق في الاهلي مكانه في نص الملعب فقط لا غير، او ممكن يكون بديل لهاني وعمر كمال في مركز الباك اليمين. عايز تشوف امكانيات اكرم توفيق واداء اكرم توفيق، وروح اكرم توفيق حط اكرم توفيق في مركز رقم 6 بديل لمروان عطيه المباراه اللي جايه. وكده كده مروان عطيه هيغيب، فلازم هتلعب بواحد في مركز رقم 6. حط اكرم توفيق واتفرج على اكرم توفيق بروحه، اتفرج على اكرم توفيق وهو بيقطع الكره بشكل صحيح وبيتوقع بشكل صحيح وبيكون صداده وبيقدر ان هو يبني الهجمه، يسلم ويستلم. اتفرج على اكرم توفيق وهو لاعب كوره، لاعب حريف ديفندر على اعلى مستوى في المباراه اللي جايه لما تحطه في مكانه الصحيح. لو في المباراه دي عملت حاجتين وانت عندك المستوى البدني مش افضل حاجه وعندك غيابات كتير جدا، لو انت عملت حاجتين بسيط جدا، لعبت بكريم فؤاد كجناح يمين ولعبت بقفشه كرقم 8 مع مروان عطيه ومع امام عاشور، كان شكل الاهلي اختلف تماما وما كانش شكل الاهلي ظهر بالسوء ده. تخيل ان انت ما عملتش ولا محاوله على المرمى ولا تسديده الاهلي عملها على المرمى نهائي في المباراه. ما قدرش ان هو يسجل او يسدد على مرمى الخصم، كلها فرص او مناوشات من بعيد، لكن ان انت تعمل فرصه حقيقيه او ان انت تسدد على المرمى بشكل مباشر او ان انت تهدد مرمى الخصم والحارس يشيل كوره زي ما حصل من مصطفى شوبير، ده ما حصلش. وده لان زي ما قلت عندك حالتين او اتنين في نص الملعب، سواء اكرم توفيق وكمان طاهر محمد طاهر، الاثنين ما بيعملوش الاضافه الهجوميه علشان تقدر يبقى في حلول، وفي نفس الوقت في الحاله الدفاعيه سايبين هاني بيروح عليه لاعب واثنين، فكان في شارع في ناحيه هاني. ده بالنسبه ليه الاهلي كان بالسوء ده مع العامل البدني ومع كمان زي ما قلت الغيابات او الاصابات زي بيرسي تاو او ديانج. فانت قرارات المدرب من البدايه وتوظيفه لبعض اللعيبه او تشكيله في البدايه ما كانش هو الافضل. كان لازم يبقى موجود قفشه داخل الملعب، وكان لازم يبقى موجود كريم فؤاد داخل الملعب. لو مش رضا سليم من بدايه اللقاء، الاهلي هيظهر بالشكل ده تاني او هنشوف الاهلي بالسوء ده تاني. طبعا ان شاء الله مش هنشوف الاهلي بالسوء ده تاني. المباراه اللي جايه بعد اسبوع، المباراه اللي جايه عندك غيابات هترجع ان شاء الله زي بيرسي تاو وكمان ديانج، عندك رضا سليم هيكون داخل في حالته هيكون افضل، فهتقدر ان انت يكون في حلول داخل الملعب، هيكون في حلول، عندك لعيبه اساسيه، عندك لعيبه حافظه واجباتها وعندها اضافه هجوميه وحلول هجوميه وكمان بتعمل حاله دفاعيه، وعندك لعيبه كانت في المنتخبات راجعه فعندها ارهاق واجهاد. اكيد ده كله ان شاء الله هنشتغل عليه الاسبوع ده، واكيد المباراه اللي جايه في مع ميدياما الغانا في غانا على ملعب صعب جدا او ملعب مش ملعب كره، هتقدر ان انت ان شاء الله تبقى واقف على رجلك وتقدر ان انت تكسب. وزي ما قلت افضل حاجه عملها الاهلي انه طلع بنقطه، ما دام انت سيء، ودي ميزه الفرق الكبيره ان انت وانت في اسوأ مستوى ليك تقدر تخرج باحسن حاجه وحشه ممكن تخرج بيها في المباراه، وقدرت ان انت تخرج بنقطه خلتك في المركز الاول عندك 6 نقاط، وخلفك فريق شباب بلوزداد او فريق ميدياما او فريق يانج افريكانز، فكلهم
خلفك، فانت عندك لسه الامل ان انت تصعد اول ان شاء الله، وتقدر ان انت تقدم في المباراه الجايه بكل قوتك وتقدر تكسب، وتقدر كمان تكسب مباراه يانج افريكانز. فده بالنسبه لنا ان انت تكسب او تتعادل وانت في اسوأ مستوى ليك، دي ميزه الفرق الكبيره. في فرق بتفك وبتستقبل هدف واثنين وثلاثه وهي مستواها البدني مش افضل حاجه. نشتغل على اخطاء الدفاع، نشتغل على تصحيح الاخطاء في الهجوم، ونحاول نكثف من محاولاتنا علشان نقدر نرجع تاني ان شاء الله ونقدر نكون ابطال افريقيا. دي قناه جديده، اتمنى من كل واحد لسه بيشوف الفيديو ده او اول مره بيشوف قناتي طبعا ده الاكيد تشترك في القناه وتفعل الجرس يوصلك كومنت الفيديو، ان شاء الله اوصلك كل جديد.